أهلا بيكم مع وصفة جديدة. النهاردة هنعمل البقلاوة على الطريقة التركي بحشوة عين الجمل. أغلب الناس متخيلين إنها صعبة في عمايلها، لكن أنا هوريكم خطوات سهلة وبدون أي تعقيدات. يلا بينا نبتدي. الأول هنبتدي نعمل الشربات أو السيرب، علشان محتاجينه يكون بارد لما نيجي نصبه على البقلاوة. هنجيب حلة صغيرة ونحط فيها سكر وقرفة ومية ونسيبها لغاية ما تغلي، وأول ما تغلي نوطي النار ونسيبها حوالي ربع ساعة أو لغاية ما تبتدي تتقل. بعد كده نطفي النار ونضيف الليمون ونسيبها تبرد. بعد كده هنجيب صينية مقاس 40 في 25 وندهنها كويس بزبدة أو سمنة. أنا هنا استخدمت زبدة. وبعدين نحط ورقتين من الجلاش ونكون قاطعينه على مقاس الصينية بالظبط، وندهن زبدة تاني ونكرر العملية دي لغاية ما يبقوا 10 طبقات، يعني 5 مرات. دلوقتي بقى نبتدي نجهز الحشوة. هنجيب عين الجمل ونضربه في الكبة بس ما ننعموش قوي، ونضيف عليه سكر وقرفة ونخلطهم مع بعض كويس. ناخد نص الكمية ونفردها على الجلاش، وبعدين نعمل 10 طبقات تانيين بنفس الطريقة اللي فاتت بالظبط، ونحط باقي الحشوة وبعدين 10 طبقات تانيين برضو بنفس الطريقة، ويبقى كده الإجمالي 30 طبقة وطبقتين حشوة. ودلوقتي نبتدي نقطع البقلاوة بالشكل اللي تحبوه، وبعدين نصب باقي الزبدة ونوزعها كويس، وندخلها الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 50 دقيقة، بس طبعا يكون الفرن متسخن من قبل كده. وأول ما تطلع من الفرن نصب عليها السيرب وهي سخنة ونسيبها لمدة ساعة عشان تتشرب كويس. وبس كده، بقلاوة مقرمشة من بره ومن جوه، هتعجبكم قوي. ياريت تجربوها وتقولولي رأيكم في الكومنتس، وبالهنا والشفا.